ليه ما حدش يتكلم عن الموبايل ده بيدعم اكبر بطاريه في العالم 7550 ملي امبير. ميزه قويه فيه انك تقدر تشحن اي موبايل بيه عن طريق وصله الشحن بقدره 22.5 واط، والاجمد انه نازل بمعالج جديد وقوي سناب دراجون 8 اس جين 4. شاشه ممتازه جدا في سعر مقبول جدا تحت $300، وكمان فريم الومنيوم، فصعب جدا انك تجمع كل ده في موبايل وتحت $300. بس في شركه وحيده قدرت تعمل ده وتنزل لك موبايل متكامل جدا بتصميم مميز شبه الايفون 16 لكن بلمسه اندرويد. اكيد عرفت موبايل اليوم وهو الريدمي تيربو 4 برو، وهينزل بالاسم العالمي المتعارف عليه البوكو اف 7. هنعرف كل حاجه عنه بالتفصيل، مميزات، عيوب، وسعر، فاستمتع وجهز اللايك والاشتراك ويلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع معالج قوي وجديد سناب دراجون 8 اس جين 4 بدقة تصنيع 4 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو وصل 2,160,000 نقطة، ممتاز جدا، ونازل بتردد 120 هرتز، ممتاز في الاستخدام والتجربة. بيقدم تجربة سلسة وسريعة جدا في الحركة والتنقل، وطبعا بفضل الواجهة الجديدة. وفي تجربة الالعاب بيقدم تجربة محترمة جدا مع معالج الرسوميات، وفي ببجي وصل 60 فريم، متوقع مع التحديثات يوصل 90 و120 فريم. ده معالج قوي ما ينفعش يكون 60 بس. كل ده مع تجربه صوت ستيريو جميله جدا. ولو بصينا على الشاشه هتلاقي الشاشه ممتازه جدا وكبيره، مقاس 6.83 انش من نوع اموليد، بتدعم 68 مليار لون مع HDR10 بلس دولبي فيجن والجديد HDR فيفيد. نسبه الشاشه لجسم الموبايل 90.2%، الجوده 1.5 كي، سطوع 3200 شمعه، مع معدل تعتيم شاشه عالي 2560 هرتز. وكل ده مع ميزه قويه جدا وهي شهاده حمايه العين والتوهج والجفاف. فمن الاخر شاشه متكلفه جدا. كتصميم جميل وشبه الايفون 16، الظهر نازل بكيرف خفيف لحد الفريم وهو الومنيوم، ومسطح بس نازل بكيرف خفيف لحد الشاشه، مع سمك مقبول 8 مللي برغم ان البطاريه كبيره جدا. الوزن تقيل شويه في الاستخدام الطويل 219 جرام، مش هعتبره مقبول. والمميز انه بيدعم مقاومه مياه عاليه معيار IP68 مع شريحتين نانو 5G وجوده اتصال وشبكات ممتازه، وبيدعم اعلى اصدار واي فاي 7 بلوتوث 5 و4 وخاصيه عدم تاخير الصوت الجيل الخامس NFC IR بلاستر خاصيه الريموت، وبيدعم الواجهه الجديده من شاومي هايبر او اس 2 مع اندرويد 15 و3 تحديثات رسميه، وطبعا ميزات الاي اي، وكل ده مع انيميشن جميل جدا وسرعه في الحركه والتنقل بمساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير ممتاز جدا وشبيه في التجربه والحركه من الايفون. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، هوزع هدايا قيمه جدا. وكفايه كده وتعالوا نشوف الكاميرات، وعندك كاميرتين بس، الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 8 ميجا الترا وايد. وقبل ما نبتدي حابب اوضح ان الكاميرات مش قويه بس مقبوله وتأدي الغرض. في الالترا وايد مقبول، اضاءه مقبوله، الوان ووضوح مقبولين. في الاساسيه مقبول، تفاصيل مقبوله، الوان واضاءه مقبولين. مع 5 اكس زوم هسيبك انت تحكم بنفسك وتكتب في الكومنتات. مع 10 اكس زوم التفاصيل مرسومه، وضوح ضعيف، اضاءه مقبوله. في البورتريه مش الافضل في الزرع، تفاصيل مقبوله، اضاءه مقبوله. عزل ممتاز، تفاصيل افضل، وضوح افضل، اضاءه والوان مقبولين. عزل مقبول، تفاصيل مقبوله، اضاءه والوان مقبولين. في النايت مود ومع الالترا وايد ضعيف لكن يفي بالغرض. الاساسيه مقبوله جدا، تفاصيل افضل، وضوح افضل، لكن اضاءه ضعيفه. مع 5 اكس زوم ضعيف جدا، مفيش اي تفاصيل واضحه وتحس الصوره مرسومه. مع 10 اكس زوم ضعيف جدا، مفيش تفاصيل ولا وضوح، الصوره عباره عن رسمه. في النايت مود والبورتريه مقبول جدا، اضاءه مقبوله، تفاصيل مقبوله. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو وهو بيصور 4K 60 فريم. بشكل عام مقبول، ثبات مقبول، وضوح ممتاز، اضاءه والوان مقبولين. وفي الجري مقبول مش قوي، والسيلفي 20 ميجا بكسل مقبول لكن تفاصيل الوش مش قويه. عزل ممتاز، اضاءه والوان مقبولين، تفاصيل مقبوله. اضاءه مقبوله على الوش لكن الشعر مش الافضل. عزل مقبول، الوان مقبوله. هسيبك انت تحكم بنفسك وتكتب رايك في الكومنتات. وبيصور فيديو 1080 60 فريم، مفيش 4K. مقبول، ثبات مقبول جدا، اضاءه مقبوله، تفاصيل الى حد ما مقبوله. البطاريه ممتازه جدا وكبيره 7550 ملي امبير، تكفي استخدامك وزياده. والبطاريه دي لو مش عارف هي من نوع سيليكون كربون، بتوفر اكتر في الطاقه مع حراره اقل وحجم اصغر، وبينزل بشاحن 90 واط ومتوسط مده الشحن حوالي ساعه. الميزه القويه جدا فيه انك تقدر تشحن اي موبايل بيه عن طريق وصله الشحن وبقدره 22.5 واط، حرفيا معاك باور بانك. ونزل لك بنسختين رام 12 جيجا و16 جيجا بتردد 4800 ميجا هرتز ومن نوع LPDDR5X. مساحه التخزين باعلى نوع نزل حاليا UFS 4.1
والثلاث انواع 256 جيجا و512 جيجا و1024 جيجا، ولا يدعم تركيب كارت ميموري. باختصار تعالوا نعرف الموبايل ده يستاهل وهل تشتريه ولا لا. عجبني التصميم اللي شبه ايفون 16، بس الكاميرات ضعيفه مش هفضلها لو بتحب التصوير. عجبني الشاشه، جوده، الوان، حمايه للعين، بس دعم الفريمات في بابجي 60 فريم بس لحد الان. عجبني المعالج الجديد، مقاومه المياه، الفريم الالومنيوم والسوفت وير الجديد. واكتر ميزتين عجبوني هما البطاريه العملاقه والشحن العكسي السلكي. اما سعره فهو مقبول على المواصفات. في نسخه 12 مع 256 جيجا في الصين وصلت كام؟ تخيل 274 دولار، مقبول جدا جدا مقارنه بالمنافسين. وفي العموم هو ينفعك في الاستخدام العادي، الشغل، التصفح، المشاهده، شويه تصوير، والاكيد اكيد الالعاب. في الحاله دي اقول لك اشتريه. في مصري للاسف سعره عالي جدا عن السعر الرسمي، تقريبا الضعف، فمش هفضله حاليا. احاول اشوف لكم سعر اقل، ولو لقيت هنزل لينكات الشراء. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن. والاكيد لازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تركي في الوطن العربي باذن الله. ما تنساش عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه. هوزع هدايا قيمه جدا. وكده خلصنا. سلام.